أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: الوكيل العام بطنجة يشرح ملابسات وفاة طبيب عسكري سابق. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولنا الكريم، لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة للرأي العام تفاعلا مع ما تم تداوله. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة للرأي العام تفاعلا مع ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص ظروف وفاة طبيب عسكري سابق بمدينة طنجة، أنه فور توصل بتاريخ 12 نوفمبر 2023 بإشعار من مصالح الشرطة حول وفاة شخص بقسم المستعجلات بمدينة طنجة كان وقتها غير معلوم الهوية الكاملة، أصدر أمره للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بالبحث في ظروف الوفاة وتحديد هوية الشخص المتوفي مع ربط الاتصال بعائلته للتعرف عليه. وأضاف كذلك الوكيل العام في بلاغ له أنه وموازاة مع ذلك تم إصدار أمر بإجراء تشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية ثلاثية لتحديد أسباب وفاة الهالك، والذي خلص إلى أنها وفاة طبيعية وسببها احتشاء في عضل القلب بسبب تضييق الشرايين التاج الأيسر، والذي نتج عن نزيف في المعدة بسبب التهابات متعددة التقرحات، كما خلص إلى عدم وجود أي أثر للعنف أو ردود على جثة الهالك. وبعد الاستماع إلى شقيقة الهالك وإجراء عملية التعارف اللازمة، تم الإذن بتسليم جثة المتوفي لعائلته التي باشرت بإجراءات الدفن بتاريخ فاتح دجنبر 2023، مشيرا إلى أن البحث لازال جاريا في الموضوع.